عايزه اقول لك ان ما صدقتش نفسي النهارده لما لقيت الشيء ده بيتباع في السوبر ماركت وانا باجيب حاجه البيت بتاعه الشهر. قلت فرصه ولازم اجيبها، لان عايزه اقول لك استخداماته كتير قوي، وانت بنفسك هتتفاجئي من الحاجات اللي هقول لك عليها. بس لايك وشير، ومعاكي رشا الغفير. وزي ما انت شايفه ده يا جماعه، ده بصل مجفف بيتباع. انا جايبه الحبه اللي في الكيس دول كانوا حوالي 50 جنيه، يعني الحبه اللي اتحطوا في الطبق دول بحوالي 10 جنيه او يمكن اقل من كده كمان. بعمل بيه ايه بقى؟ بستخدمه في البرياني، وكمان بستخدمه تقليه للكشري، مقرمش وطعمه حلو جدا، وكمان خفيف ومش شارب زيت زي اللي احنا بنعمله في البيت. اما تاني استخدام بقى، وده اهم استخدام بالنسبه لي، ان انا بجيبه وبديله تحميصه خفيفه كده، وبعدين بحطه في المطحنه وبعمل منه بصل بودره خام، احلى مليون مره من اللي عند العطار. معلقه منه بمقام 10، طعمه مركز وريحته قويه. بستخدمه في تتبيلات حاجات كتير، في اللحوم وفي الفراخ وحاجات تانية كتير جدا انتوا بتشوفوني بستخدمه في الفيديوهات. عايزه اقول لك الحبه اللي انتوا شفتوهم دولت بحوالي 10 جنيه، وهيقعدوا معاكي من 3 ل 4 شهور، من غير بقى ولا يتحط عليه دقيق زي ما العطارين بيعملوا، ولا